السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى برجر زي بتاع بره، بل احسن وانضف طبعا بكتير. زي ما احنا شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله، الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه. الحشوة بقى دي او اللي ممكن تحطيه مع البرجر ده اختيارك بقى انتي. انا بوريكي الطريقة وهوريكي طريقة موفرة جدا وترمي معاكي كمية كبيرة، وهوريكي طريقة عادية جدا يعني لو انت عايزاها على قد تمام كده. بس طبعا قبل ما نشوف المقادير ونشوف كمان طريقة التحضير نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ويلا نشوف مع بعض المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير. كل اللي انا محتاجاه، انا محتاجة نص كيلو من اللحمة المفرومة، تكون فيها نسبة دهن مش كبيرة قوي ومش قليلة قوي، تمام كده، ما تبقاش حمرا يعني. وكمان هحتاج بيضتين. لو البيض كبير ممكن نحتاج بيضة واحدة على نص كيلو لحمة. بس انا البيض كان عندي صغير فانا جبت بيضتين متوسطين كده، تمام. وطبعا الكينج بقى بتاع الحلقة دي كلها او اللي انا عامله ده هو خلطة ويلز. جامدة جدا جدا جدا، هتخليكي طعم البرجر اكنه جايباه من بره، تمام كده. البهارات بتاعتي بسيطة جدا: فلفل اسود، ملح، شوية من توم البودر، بصل بودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر ليه يا دودو؟ علشان خاطر البرجر بتاعك ما يبقاش مكتوم، يبقى هش كده ومش مكتوم، تمام كده. دي الطريقة الأساسية، البرجر ما بتحطلوش ولا بصل ولا الكلام ده. طبعا بقى احنا هنضاعف الكمية بتاعتنا. لو انت طبعا حابة تعملي مشروع من البيت هنضاعف الكمية بفول صويا. دي نص كوباية فول صويا. في ناس هتطلع تقولي الفول الصويا غلط على الولاد او الصبيان او الذكور او ايا كان. طيب يا حبايبي اللي بتتكلموا، احنا لما بنروح نجيب برجر من بره بتاع الشركات او الجاهز، انتوا عارفين اسامي كتيرة، بيبقوا حاطين فيه فول صويا. فلو هنعمله مرة في الشهر او مرتين في الشهر فمش هيضر. فده للناس اللي عايزه تضاعف الكميه، فانا حبيت اقول لك برضو دي المعلومه دي او دي. طبعا انا جبت نص كوبايه من الفول الصويا، نقعتها في ميه عاديه خالص، صفيتها كويس بعد ما نفش كده. كل اللي هعمله هاخد المكونات الجميله دي، هحطها على بعض وهحطها في الكبه تاخد لفتين كده. عارفين الانسجه بتاعت اللحمه؟ انا عايزه اشوفها كده في الكبه زي ما هنشوف دلوقتي. ده كده بعد ما حطيت الحاجه هنزل بقى بالفول الصويا. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصل لك، تمام كده. عايزه اقول لك طعمه جامد جدا ونضيف. بره ما بيحطلكيش لحمه بلدي، بره بيحطوا لحمه اللي هي مجمده. تاني حاجه انت عارفه انت حاطه ايه ومش حاطه ايه، والخامات عندك نظيفه. طبعا ده القوام اللي انا محتاجاه. اول ما اشوف القوام كده هتعرفي ان شاء الله البرجر بتاعك هيبقى ناجح. طبعا انا هسيبه بقى يرتاح يعني ربع ساعة في التلاجة بس كده يشد، وبعدين هرجع اطلعه من التلاجة واوريكم بقى انا هعمل ايه. بس معلش بقى الفيديو اللي هو انا بسويه ده اتمسح مني. بس اهم حاجة زي ما قلت لك ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصل لك. طبعا انا جبت صينية او طبق زي ما انتي حابة. هعمل كور كلها متساوية، تمام كده، كلها متساوية. لو بتلاقيه بيلزق في ايدك سنة كده ممكن سنة زيت او طبق مية نحطه جنبنا كده كأننا هنصبع كفتة. وهنعمل الكور كلها قد بعضها، تمام كده. انا طبعا خلصت الكمية كلها ما شاء الله لا قوة الا بالله. عملوا معايا 13 قطعة يعني. حبايبي اللي عايزين يفتحوا مشاريع من البيت هيرمي معاكي كمية كبيرة جدا. طبعا ما عنديش مكبس يا دودو، مفيش اي مشكله خالص، ما توقفيش نفسك. تعالي اقولك احنا هنعمل ايه. احنا دلوقتي هنجيب كيس التلاجة هنفتحه 2. انا حطيت طبعا البرجرية كده او الكورة بتاعت البرجرية ودوست عليها لغاية لما بقت مدورة كده، وما تخليهاش سميكة، خليها رفيعة عشان هي هتكش سنة. مش هتكش كتير بس هي هتكش سنة، تمام كده. زي ما قلت لكم يعني ما تنسوش اهم حاجة اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومتي توصل لكم. مع السلامة في يوميات دودو جديد.